السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يلا مع بعضينا نعمل بسكوت ال10 دقايق بالجوز الهند. بسكوت سهل واقتصادي ومغذي جدا وطعمه ولا أروع. لو عايزة تعرفي المقادير وطريقة التحضير، بكوبايتين دقيق هتعملي 35 قطعة من اللي انت شايفاهم دول. لو عايزة تعرفي المقادير وطريقة التحضير، تابعيني على قناة قدورة فود، قدورة بالعربي وفود بالإنجليش، عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الإيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معايا ومعاكم النهارده وصفه جميله قوي، انا شفتها عجبتني فقررت ان انا اعملها لكم. وصفه مغذيه جميله وتنفع قوي قوي ان انت تديها لابنك في اللانش بوكس. بسكوت ينفع تحطيه في اللانش بوكس لابنك. تاكلي منه تاكليه مع الشاي بلبن الصبح، ساعه العصاري كده. هو عموما مغذي وجميل. ويلا بينا على الوصفه معايا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. الكوبايه دي موجودة في كل بيت، نصها زبدة ونصها زيت ذرة، نصها زبدة ونصها زيت ذرة. ويا ريت تكون الزبدة يا جماعة بدرجة حرارة الغرفة. يا ريت الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. ماشي، يبقى ده كده أول حاجة في المكونات. ومعايا نص كوباية سكر بودر، نص كوباية سكر بودر. طبعا انا عندي الاكواب المعياريه دي نص كوبايه. اللي انا هعينها لصفكم دلوقتي دي نص كوبايه اهي. بسم الله اهو كده. عايزين حبه كمان، ايوه بس اهو نص كوبايه سكر بودر. وهضرب كويس جدا بالمضرب اليدوي، ومش هستخدم اي حاجه غير هو المضرب اليدوي لحد ما طبعا الزبده، عشان هي انا فكاها من بدري، يعني حطاها بره التلاجة فساعدتني. بصي بقت عامله ازاي. اضربي لحد ما يبقى كريمي. شايفين القوام بقى كريمي جميل ازاي؟ كل ما تخفقي او تضربي كل ما يديكي هشاشه للبسكويت ويبقى جميل قوي. اختفت تكتلات الزبده، بس لازم يا جماعه تكون بدرجه حراره الغرفه. وهحط نص كوبايه جوز هند ناعم، نص كوبايه جوز هند ناعم. هحط معلقتين نشا اهي، معلقتين نشا يكونوا كبار، معلقتين نشا يكونوا كبار. ودي بتدي طراوه وهشاشه للبسكوت كويس قوي وقرمشه حلوه، ما تخلوش يطرى منك. وهحط معلقه كبيره لبن بودر، دي اختياري صحيح، بس يا جماعه بتخلي طعم طعم اللهم صل على سيدنا محمد، طعم البسكوت حلو قوي ومغنيه. شوف شويه ملح قد ذره ملح، زي ما بيقولوا كده العرب، اخواننا العرب، قرصه ملح. وهحط برضو بصي اهي بس بيكنج باودر، لان اصلا البسكوتات ما بتحتاجش بيكنج باودر كتير. وبرضو هضرب شويه لحد ما الدنيا دي كده تتلم مع بعضها اهو كده. وهحط الدقيق. هبتدي كده، المقدار عندي كوبايتين دقيق، وحسب ما الدقيق بتاعك ياخد. يعني المقدار عندي كوبايتين دقيق، بس حسب ما العجينه بتاعتي تاخد. انتوا عارفين ان ممكن العجينه تاخد اكتر من كوبايتين. كل نوع دقيق بيختلف عن الاخر يا جماعه. ادي كوبايه اهي بسم الله، وهنشوف كوبايه تانيه. وانا اعتقد يعني ان هي تاخد اكتر من من كوبايتين من عجينه، بس هنبتدي بكوبايتين ونشوف الدنيا فيها انا هزود شويه لان انا ما كنتش ماليه الكوبايه قوي اهو كده. يبقوا بمقدار الكوبايتين بالظبط. وطبعا هنخلهم اهو كده بسم الله. هنخله كده، انا عشان ما ادوشكيش هنخله واجي. ونخلت كوبايتين الدقيق وحطيتهم، وهشوف الدنيا هيبقى فيها طبعا مش هينفع طبعا ده الوسط كده كتر خيره قد مهمته. هناخد بقى المعلقه دي كده، وبعدين
هنتدخل جراحيا بايدينا يا جماعه اهو كده. وطبعا البسكوتات لا تعجن، تلم. البسكوتات ما بتتعجنش، بتتلم فقط. البسكوتات ايه؟ ما بتتعجنش، بتتلم فقط. كده انا هتدخل بقى بايدي وهعمل بسم الله. همشي ايه دائري كده، مش بقى نعجن، ده انا بلف ايه دائري. حسيت ان هي ممكن تتلم خلاص. عايزه شويه ابتدى سكر، ابتدى دقيق تاني ممكن احط لها، بس هي كده دلوقتي بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. هي كده مش محتاجه حاجه خالص خالص. هي كده العجينه لمت نفسها مية مية. وطبعا زي ما قلت لك البسكوتات ما بتتعجنش. بصي انا بنلف دائري كده 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 اهو، بس فقط لا غير. رجعت لكم حبايبي اهي العجينه. هيبقى شكلها كده. همسكها كده اكور، يعني حاجه كده مثلا قد الليمونه الصغيره. يعني بصي بعملها ازاي، شايفه؟ انا باجي اعملها هتبان لك ان هي مفرفته، هي مش مفرفته ولا حاجه. هتعمليها كده عشان الزبده تدوب من حراره ايدك، درجه الحراره بتاعت ايدك اهو كده كده. واقوم مكوراها كده اهو كده وكده. بصوا الحجم ده، الحجم ده هعمل فيها ايه بقى؟ هحطها، شايفين؟ الاول عندي هنا شويه جوز هند، هنزلها في جوز الهند الاول، وبعدين شويه سكر عاديين بقى مش مطحون ولا حاجه، واحطها في الصينيه كده. بصي هعمل لك واحده كمان وهكمل انا باقي مع نفسي كده اهو. اهو اهي اهي كده كده كده. وبعدين اكورها في ايدي كده 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 كده، وبايدي اضغط كده. بصي حجمها لازم يبقى كده، لو كترت عن كده مش هتستوي. احط جوز هند كده واحطها في السكر، السكر اللي احنا بنقول عليه سنترفيش في مصر اهو، وارصها. اعمل لك واحده ثالثه، وبعدين هكمل الكميه كلها مع نفسي كده. اقعد على ترابيزه الانتريه كده واتسلى فيها على ما ايه ما اخلصهم. بس اهم حاجه تكون الايه يعني ما هياش كبيره القطعه بتاعتها او الدوريه بتاعتها، الحجم بتاعها يكون ايه صغنن زي ما انت شايفه كده قد الليمونه اهي كده. بايدي كده بكلوه ايدي كده، دي كده اللي مش عارف كلوه ايدي يعني هي دي اسمها كلوه اهي. وبعدين في جوز هند، وبعدين في السكر، ادي جوز هند وده السكر. هنزلها كده هحطها كده وهخلص بقى انا الكميه كلها هوريلك. ورجعت لكم حبايبي بعد ما عملته. شايفين كوبايتين دقيق ادوني 35 قطعه بالظبط. بصي شكلها، شكلها كده بسم الله ما شاء الله، منظرها جميل. دول 35 قطعه. عايزه اقول لك ان انت وانت بتشتغلي هتلاحظي العجينه نشفت، فتعمليها في ايدك كده الاول كده كانك بتسبعي كفته، وبعدين تعمليها براحه ايدك وتضغطي عليها كده براحه ايدك اللي هي الكلوه دي. بعدين تنزليها في الايه في الجوز الهند الاول وبعدين السكر. سامع حد بيقول لي ايه هو ما فيهوش بيض؟ لا ده ما فيهوش بيض، عشان كده قلت لك ده ايه، ده بسكوت اقتصادي جدا لكنه مغذي جدا. ما فيهوش فانيليا. فانيليا ازاي وهو اصلا اسمه بسكوت جوز الهند؟ يبقى بديل الفانيليا او بطعم الايه جوز الهند مش محتاج ايه فانيليا. تمام. طيب ده مغذي. الزبده طاقه لاولادنا هي والسكر. وجوز الهند طبعا فوائده كبيره قوي قوي قوي. زي ما قلت لك ممكن تحطيه في اللانش بوكس مع ولادك تشربي بيه. انت ولادك الصبح تديهم شاي بلبن وجنبيه بسكوتين من دول، على ما يروحوا الفسحه بتبقى 10 ونص تقريبا في كل المدارس. فعلى ما يروحوا المدرسه يبقوا ايه مديتيهم بالطاقه وبالايه بالغذاء الجميل دوت. انا دلوقتي هحطه في فرن على درجه 180 درجه. مش هياخد بتاع 10 دقايق. اول ما ياخد لون من تحت اطفي الفرن. وعايزه تديله وتفتحي له الشوايه وانتي واقفه افتحيها، بس وانتي واقفه ايه تخلي بالك كويس جدا. انا دلوقتي ايه هحطه في الفرن وارجع ايه اشوف معاكي هنعمل ايه. رجعت لكم حبايبي. شايفين منظر بسكوت رائع يا ولاد، رائع 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 والله رائع. طبعا ما استنتش اول ما طلع طعمه روعه، طعمه جميل بيدوب. بصي بيدوب كده في الايد دوب، وريحته حلوه قوي وهش وجميل.
جربيه، ما خدش 10 دقايق مني، في منتهى الجمال وهيعجبك قوي قوي قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد، مع قدورة فود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.